السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. ديما تسألني سؤال: واش تخدم واش تسناني نقول لك، يعني واش نقول لك؟ دبلوماسي في الدبلوماسية الجزائرية، ولا نقول لك ضابط المخابرات، ولا نقول لك باحث ولا فيزيائي في وكالة الطاقة الذرية الجزائرية؟ واش انا انسان سامبل خلاص، انسان طباخ نطبخ. اوكي. عجبني التفلسيف تاعك اللي قاعد دير فيه انت في اللايف تاعك. تكلمت على العلاقات الجزائرية الصينية، وتكلمت على لماذا فرنسا لا تريد كشف المواقع للتجارب النووية نتاعها في صحراء الجزائر، وقاعد تيري وتخلط. مع انه الكلام نتاعك في هذا الموضوع حسيته مسموم، ولكن خلينا نبينه ونوضحه. شوف، العلاقات الجزائرية الصينية علاقات كبيرة جدا جدا جدا، والدليل اللي انت ما تعرفوش وما تذكروش، ما تقبلش تعرف. شوف، الجزائر عندها مفاعلين نوويين سلميين، عندها النور والسلام. النور مع الارجنتين، والسلام اللي هو الكبير 15 ميجا هذا مع الصين. شوف، الصين كي جات تنقل هذه التكنولوجيا لأغراض سلمية، يعني حتى أنها صيدلانية طبية، لاقات ضغط كبير جدا 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 من أمريكا والدول الغربية. ولكن حتى أن الصين كملت في موضوعها في نقل هذه التكنولوجيا للجزائر. يعني ما نشفى حتى أنه وزير الخارجية الأمريكي راح زار الصين به يحاول يمضيها على اتفاقية عدم نشر هذه التكنولوجيا، وقعد مع وزير الخارجية الصيني، فيسألوا على أنه هل الصين مستعدة لإمضاء هذه الاتفاقية. فيرد عليه الوزير الصيني يقول له: وهل أمريكا مستعدة أن تمضي اتفاقية عدم استعمال هذه التكنولوجيا؟ قصفه وهو واقف يشرلوا على هيروشيما وناغازاكي 45. على كل حال، لماذا فرنسا لا تريد كشف مواقع التجارب اللي دارتهم في صحراء الجزائر؟ شوف، الخرائط فيهم نوعين: فيهم وين ألقت القنابل وفجرت القنابل، لأنه كاين قنابل فجرتهم برمي القنابل، وكاين اللي غرستهم تحت الأرض، وكاين الثانية اللي هي أماكن النفايات. بالنسبة للقنابل والتجارب، على بالك بلي القنبلة كي تعود فيها 8 كيلو من اليورانيوم يقدروا يتفجروا 6 ويبقاو 2 كيلو، ولا يتفجروا 4 كيلو ويبقاو 4 كيلو مثلا. أعطيك مثال فقط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: مكان النفايات لا تريد فرنسا الكشف عنه، لأنه لو كان تعترف وتعطيك الخرائط فهي تعترف بجرائم لم تسبقها فيها دولة، لأنها دارت جرائم ضد الإنسانية، فهي تعترف بهذا الموضوع، وكانت تقدم لك خرائط وتولي تلاحقها تعويضات، لأنه كانت فيه أكثر من 100,000 شخص. ففرنسا لا تريد كشف هذه المواقع لهذا الغرض. ومرة أخرى كي تحكي في مواضيع وعندك متابعين، مادامك تعطيهم الإجابة أعطيهم الإجابة الوافية الصحيحة، تشتري على الناس. سمعت يا دكتور؟ السلام عليكم.